تخيلوا ان بعد السنين دي كلها تطلع النوتيلا مش شوكولاتة اصلا. انا برضو اتفاجئت زيك. مبدئيا كده النوتيلا اختراع ايطالي، واللي اخترعه رجل ايطالي اسمه بياترو فيريرو. الراجل ده عمل الاختراع لما كانت الشوكولاتة صعب الوصول اليها بسبب الحرب العالمية التانية، وعلشان يوفرها للناس لقى وصفة خاصة بنابليون بونابرت، عدل عليها شوية وعمل النوتيلا. كانت الاول بتتباع صلبة زي الشوكولاتة العادية، وبعدها جه ابنه وخلاها سبريد وسايحة كده زي الشكل المعروف دلوقتي، ومن هنا انتشرت النوتيلا في كل مكان. بس لما جم يسموها شوكولاتة سبريد، الحكومة والصحة الإيطالية رفضوا الكلام ده. هتقولي ليه؟ هقولك إن الشوكولاتة أو الكاكاو اللي هم كانوا بيستخدموه في كل برطمان هو أقل عنصر حرفيا، والمكون الأساسي للنوتيلا أصلا هو السكر بنسبة 70%، والمكون التاني هو زيت النخيل واللي بالمناسبة خطر قوي على صحتك، والمكون الثالث مكسرات البندق وبعده لبن البودرة، وفي النهاية خالص الكاكاو او الشوكولاته. انت متخيل اقل حاجه بيستخدموها الشوكولاته؟ وعلشان كده شوكولاته النوتيلا مش شوكولاته اصلا. وفي النهايه ابعد عن النوتيلا علشان صحتك بسبب كميات السكر المهوله اللي فيها وزيت النخيل. وبس كده، ما تنساش انك تتابعني وتعمل لايك لو عجبك الفيديو. يلا سلام.